السلام عليكم أحبابي، عاملين إيه؟ النهاردة هنتكلم على حلقة مميزة جدا. اوعى تفوتك الحلقة دي. هنتكلم عن أفضل عطور من فريدريك مال. بالتحديد مش هنتكلم على أفضل العطور على الإطلاق، ولكن أنا هتكلم معاك على المجموعة الموجودة حاليا في مجموعتي الشخصية. هناك الكثير من العطور المميزة، ولكن هنذكرهم في آخر الفيديو سريعا. هنتكلم النهاردة عن مثلا عطر القمر، هنتكلم على عطر بورتريتو فاليدي، هنتكلم عن ماسكارا فاجور، وهنتكلم كمان على عطر جيرانيوم بورميسيو. هنتكلم على عطر محدش اتكلم عليه قبل كده، عطر ميوزك فور اوايل. فاستعد للحلقة دي كويس جدا وما تسمعهاش الا وانت مزاجك رايق وقاعد فاضي، علشان هنتكلم على عطور تعتبر عطور النخبة، عطور الطبقة المخملية. مش عايز اطول عليكم في البداية، يلا بينا عشان نبدأ حلقتنا. ما تنساش تعمل اللايك، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب. ونبدأ بأول عطر معانا النهاردة وهو عطر القمر. عطر يعني من العطور الرائعة جدا، عطر مخملي من الدرجة الأولى. العطر ده بشكل مبسط بتفتتح روائحه معاك برائحة فاكهية كثيفة من مجموعة من الفواكه، أبرزهم الليتشي والتفاح الأحمر وكمان التوت. الفايب بتاع الافتتاحية بيديك كده رائحة كأنها رائحة فاكهية معسلة، أقرب إلى رائحة اللي هو دخان، أو مش عايز أقول دخان، لا، أقرب إلى رائحة الفواكه بتاعة المعسل بتاعة الشيشة. وبعد كده بيبدأ يدخل معاك في قلب العطر. طب كمان معاهم لمحات من الفلفل الوردي اللي بتدي العطر ده تميز في الافتتاحية. وتبدأ تدخل معاك رائحة دخانية جاية من العود، مع لمحات من البخور، وقاعدة فيها بقى الجلد، والجلد هنا معمول بصورة ناعمة ومريحة، تحس ان هي بتديك ارتخاء للأعصاب. ده بيضيف للعطر عمق وبيديله جمالية أكثر. والعطر كمان انا بشوف ان هو من العطور الرائعه جدا. يمكن اكثر عطر شهرة في المجموعه دي هو عطر الوعد، وهو عطر يعني غايه في التميز والجمال. هو للاسف مش موجود عندي حاليا، ولكن العطر الفجر ضروري ان انت تجربه. فزي ما قلنا الفايبس بتاع العطر كله من الافتتاحيه رائحه فاكهيه معسله، بتبدا تدخل معاك رائحه العود، والعود هنا كمان بيدي لمحه دخانيه، او بيدي لمحه سموكي كده مع البخور. وقاعده فيها زي ما قلنا فيها الجلد بيظهر بصوره ناعمه، كانه بيديك اجواء طرف خليجيه من الطراز الرفيع. كمان العطر ده بيديك ايحاء بايه؟ بيديك ايحاء بان انت قاعد في اجواء صحراويه تحت ضوء القمر، يعني انت قاعد في ظلام دامس وقاعد تحت ضوء القمر مع نسمات هواء جايه عليك. عطر بيوصل لك نفس الاحساس او نفس ال الوضع ده. وكمان اداء العطر ده اداء ممتاز جدا. يعني العطر ده بيدي ثبات على الجلد والملابس فوق ال10 ساعات، ممكن يوصل ل 12 و15 ساعة كمان. وبيدي فوحان قوي، على الأقل أول ساعتين بيبقى فوحان ملحوظ مغطي على أي عطر جنبه، يعني مهما كنت رشش جنبه إيه بيغطي عليه. العطر أنا بشوف إن هو مناسب كمان للجانب النسائي، يعني أنا أحب أشم العطر ده على سيدة، ما عنديش مشكلة. فالعطر فعلا مناسب للجنسين. فلو أنت جربت العطر ده انزل قول لنا رأيك إيه في الكومنتات. عطر بورتريتو فاليدي. والعطر ده اوعى يغرك اسمه، الاسم يديك احساس بان العطر ده مايل للجانب النسائي، ولكن هو على العكس. هو بالنسبه لي انا ده عطر محايد، يعني بالنسبه لي العطر ده عطر محايد، وربما كمان اقول لك انه مايل للجانب الرجالي اكثر. ويعني نقدر نقول ايه، ده بيناسب السيدات، بس مش اي سيدة، مش اي بنت. ده محتاج شخصية قوية، محتاج شخصية جريئة. دايما انا بسميها الست دي، دايما انا بسميها المرأة الحديدية. ده محتاج الجانب ده، محتاج الست القوية اللي ليها شخصية وليها ثقل في المجتمع. العطر ده يناسبها جدا. طيب العطر ده باختصار كده هو بيجيب لك روائح، يعني كأنه مزيج ما بين رائحة الورد والبخور مع مجموعة من الفواكه الخفيفة، وقاعدة بقى فيها المسك والعنبر. خلينا نقول ان العطر بيبدأ معاك بافتتاحية غامضة ورومانسية، بتبدأ تظهر معاك فيها رائحة الكشمش الأسود مع الورد، ودول أكتر نوتين بيكونوا ظاهرين قوي على الأقل بالنسبة لي في الافتتاحية. وبعد كده تبدأ تدخل معاك كمان رائحة البخور بكثافة. وأنا بالنسبة لي لو هختار مثلا 5 عطور وظفوا البخور بشكل رائع،
انا هختار ده واحد منهم. فعلا البخور في العطر ده معمول بصياغة مبدعة جدا. فزي ما قلنا بتبدأ في قلب العطر تبدأ تظهر معاك كمان الورد مكمل معاك ورائحة الكشمش الأسود، وتبدأ تدخل معاك لمحة كبيرة قوي 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 من البخور، ويظهر معاك كمان الورد زي ما قلنا، وبتلاقي كمان رائحة الباتشولي في العطر ده معمولة بشكل جميل جدا وعميقة قوي. وتلاقي قاعدة بقى مفروشة جميلة فيها مجموعة من الأخشاب، وتلاقي فيها كمان العنبر، ولمحة بسيطة جدا من المسك ومن الراتنجات أو الصمغيات العطرية. عطر شخصية. العطر ده فعلا شخصية، وهو عشان تستعمله ويديك الإيحاء الجامد بتاعه لازم تكون انت شخصية. فعطر بيفرض حضوره عليك، يعني بيدي حضور، بيدي لك حضور في أي مكان انت موجود فيه، وبيخليك تفرض سيطرتك على اي عطور حواليك. عطر جميل جدا. اوعى يغرك الاسم، زي ما قلت لك جربه واحكم عليه. عطر من العطور المميزة، وده بالنسبة لي من ايقونات الدار. يعني لو احنا بنختار بقى من الدار كلها خمس ست عطور نقول دول هم الايكونز بتاعت الدار، ده هيكون واحد منهم بالتأكيد. فاللي جرب بورتريتو فاليدي يقول لي رأيه في ايه. ونيجي بقى العطر، يعني نادرا لما تلاقي حد يتكلم عليه، عطر ميوزك فور وايل. ده بالنسبة لي كمان واحد من ايقونات الدار. يعني لو بنختار بقى ايقونات الدار، ده بالنسبة لي واحد منهم، رغم ان العطر ده مظلوم جدا. عطر اسمه ميوزك فور وايل، وهو فعلا اسم على مسمى، كأن العطر بالظبط مقطوعة موسيقية من طراز رفيع. مش اي مقطوعه موسيقيه، لا، مقطوعه موسيقيه من اللي انت تسمعها وبالبلدي كده تكيفك. طيب خلينا نقول ايه بقى، خلينا نقول ان افتتاحيه العطر ده افتتاحيه حاده جدا، وبتظهر معاك فيها اللافندر بشكل منفجر جدا، كانها يعني اللافندر بيخبط في وشك كده مره واحده، قوي قوي. وانا بالنسبه لي اللافندر هنا كانه في صورته الاوليه او في صورته الطبيعيه. فلذلك العطر ده ما تقدرش تحكم عليه من افتتاحيته، لان اللافندر اللي موجود هنا بيديك كده ايحاء بريحه عامله زي ايه، خلينا نقول بيديك ايحاء بريحه كانك داخل محل منظفات. او لو انت بقى ترجع معايا بالزمن ايام ما كانوا جدتي وجدتك بتستعمل البريل او اسمه ايه اللي هم الصابون، الصابون بتاع اللي بيغسلوا بيه المواعين، اللي كان بيتخزن زمان في البراميل اللي لونها ازرق دي. هو بيديك نفس الايحاء، بيديك ريحه نظيفه ولكن فخمه. ف وصعبه في نفس الوقت، خد بالك، لانه قويه قوي وحد قوي. فما تحكمش على العطر من افتتاحيته لو سمحت. بعد كده بتبدأ تدخل معاك مجموعة من الفواكه، وصراحة أنا ما قدرتش أميز إيه الفواكه اللي موجودة في الافتتاحية اللي بتبدأ تدخل بعد مرور تقريبا مثلا 10 دقايق. تدخل معاك رائحة فاكهية تكسر من حدة اللافندر ده، وتبدأ تديله نعومة. وتبدأ تدخل معاك كمان رائحة الأناناس معمولة في العطر ده بصورة ولا أروع. تبدأ بقى تقضي على ريحة اللافندر القوية، وتاخدها في صورة تانية مختلفة، تنقله من جنب لجنب، تنقله من ريحة حادة قوية إلى ريحة نقدر نقول كده إلى حد ما رومانسية حالمة ناعمة شوية. وتلاقي عندك في القاعدة في السكر وفي الفانيليا وفي الكراميل. طبعا القاعدة يبان لك من المكونات كده ان هي قاعدة سويتية قوي، لا بالعكس، هي مش سويتية بالشكل ده. الكراميل اللي موجود هنا يا شباب بيديك ايحاء بانه عارف زي ايه، عارف خلينا نقول عارف الكراميل المملح، كأنه كراميل وعليه لمسة ملح كده. فمعمول فيه توازن ما بين الرائحة السويتية وما بين الرائحة الفاكهية وما بين رائحة اللافندر. فعلا عطر أيقوني، مقطوعة موسيقية وتدرج النوتات فيه معمول بصورة عظيمة جدا. ده عطر تقدر تقول عليه كده عطر جالب للسعادة، عطر طارد للطاقة السلبية، عطر يعني بيديك كده ايه ثقة في نفسك، ويديك انتعاش ويديك حيوية، وزي ما قلت لك طارد فعلا للطاقة السلبية. العطر ده بمجرد ما ترشه تشعر بان هو بيديك طاقة ايجابية، بيديك راحة نفسية، بيديك مزاج عالي. عطر لازم تجربه، لازم تجربه. ومستني اللي جرب منكم ميوزك فور وايل يقول لي رأيه ايه في الكومنتات. طبعا يا شباب العطر ده مصنف على انه عطر صيفي، ولكن انا وجهة نظري اشوف ان العطر ده ما ينفعش تستخدمه في نهار الصيف.
انا العطر ده لو تستعمله في ليالي او امسيات الصيف جميل جدا، تستعمله في باقي فصول السنة من اروع ما يكون. فزي ما قلت لك، اللي جرب العطر ده يقول لي رأيه فيه ايه. ماسك رافاجور، عطر المسك هو بطل قصتنا في هذا العطر. عطر من العطور كمان الأيقونية. العطر ده بيبقى المسك بصورة كبيرة جدا ومعاه لمحات من الفانيليا والقرنفل. عطر من العطور اللي تحس ان هي ريحتها بتلفك بدفء في برد الشتاء. يعني لو انت ماشي في الشتاء وكأنه ده هو البطانية بتاعتك، كأنه هو اللحاف اللي انت بتتغطى بيه. عطر بيديك احساس مريح وبيديك احساس هادي. تشعر بان هو عطر رومانسي. كمان من العطور اللي بتديك طاقة إيجابية. يعني زيه زي عطر ميوزك فور وايل، نفس القصة. عايز أقول لكم كمان يا شباب معلومة مهمة جدا، إنه ده اتعمل له إعادة صياغة. فالإصدارات القديمة من هذا العطر كان بيبقى المسك فيها حد وهو اللي مسيطر بشكل كبير على العطر. أما الإصدارات الجديدة فرائحة الفانيليا طغت بشكل كبير على رائحة المسك، ويمكن هم عدلوا الحتة دي. لربما كان ناس كتير متضررة من رائحة المسك لأن هي فعلا كانت غريبة شوية أو كانت حادة. ما زلت أنا بحبها، في ناس كتير ما كانتش متقبلاها. فالإصدارات الجديدة بتديك نفس الفايبس بتاعة العطر، ولكن بصورة أنعم. وبتديك كمان إحساس اللي هو الفانيليا بتكون أكثر كثافة، والمسك بيكون يعني هادي بشكل مميز. طيب العطر ده عطر من العطور الجميلة جدا اللي تستعملها في فصل الشتاء وكأنه هو صديقك الحميمي. لأن هو بيديك نفس الإحساس، بيديك إحساس رومانسي، إحساس حالم، إحساس حميمي من طراز رفيع. عطر فعلا من أيقونات الدار، وعطر من العطور الرائعة جدا. كمان حابب أنوه على حاجة، بأنه العطر مش سهل. عطر مش سهل، فالعطر ده لازم تجربه قبل ما تشتريه. يعني ده من العطور اللي لازم تتجرب، وبلاش ترشه على ايدك. حاول ان انت لما تجربه وتستعمله كارتداء كامل، حتى لو رشتين ثلاثة، عشان تقدر تاخد الايحاء الكامل من هذا العطر. اداء العطر معايا حتى النسخة الجديدة اللي معايا اداء ممتاز جدا. بيدي ثبات تقريبا بيصل الى 10 ساعات، مع فوحان تقريبا يعني من ساعة ونص لساعتين على اقصى تقدير. انا اشوف العطر ده يمشي في فصل الخريف ويمشي في ليالي الشتاء. عطر زي ما قلت لك حميمي من طراز رفيع. اللي جرب ماسك رافاجور يقول لي رايه فيه ايه. عطر جيرانيوم بور ميسيو، ده بالتحديد عطر للراجل اللي بيدور على ريحه فريش ولكن انيقه، بيدور على ريحه فريش ولكن مهذبه. عطر من العطور الصيفية الكلاسيكية الرائعة، اللي جمع ما بين الجيرانيوم أو إبرة الراعي والتوابل واليانسون النجمي، وجمع ما بين رائحة النعناع اللي بتدي للعطر ده نظافة وبتديله طابع منعش. رغم انه النعناع اللي موجود فيه هذا العطر يمكن الى حد ما مجفف، هو مش نعناع طازج، لا نعناع مجفف ولكن معمول بصورة حلوة قوي. فده عطر صيفي كلاسيكي من طراز رفيع. عطر رفيقك في اليوميات، يعني ده عطر استخدام يومي مميز. عطر رفيقك في اجتماعات العمل الرسمية. عطر بيدي انطباع حاجة في منتهى الفخامة والجمال. زي ما قلت لك عطر كاجوال ولا اروع. عطر رسمي على بدلة في الاجتماعات الرسمية او في الدوام، حاجة في منتهى الفخامة. الناس اللي ما بتحبش ريحة النعناع او بتتحسس من ريحة النعناع الفريش الطازج البارد قوي، ده اكيد هيكون خيار مثالي بالنسبة لكم. انا شخصيا بحب استعمل العطر ده كتير جدا، ومن اكثر العطور اللي بتجيب لي اطراءات، وكنت اتكلمت عليه في فيديو اكثر عطور جابت لي اطراءات، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. فده عطر كمان من العطور زي ما قلت لكم كده. انت تخيل معايا رائحة نعناع مجفف مع مجموعة من التوابل ومعاهم لمحات من المسك في عطر صيفي. ده عطر كلاسيكي، عطر عايز الراجل اللي هو بيقولوا عليه الراجل الرزين، الراجل التقيل. ده هيكون عطر مناسب جدا. بالنسبة لي عطر من العطور الرائعة جدا. فزي ما قلت لك ده عطر استخدام يومي، دوامات ماشي، اجتماعات ماشي، ما يقولش لا يعني. اللي جرب الجيرانيو بور ميسيو يقول لي رأيه فيه ايه. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده. لو انت جربت واحد من العطور اللي اتكلمنا عليهم، ما تنساش تسيب لي لايك، تسيب لي كومنت على العطر اللي انت جربته. ولو في عطر من العطور من فريدريك مال ما اتكلمناش عليها النهارده،
في الكومنتات قول لي ايه هو العطر اللي ان احنا ما اتكلمناش عليه وعطر عجبك جدا. بكده تكون انتهت الحلقة، واشوفكم على خير والى لقاء قريب في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.